فيلم السقا مات ده من الأفلام النادرة اللي جمعت بين الدراما والفلسفة بطريقة بسيطة ومؤثرة. أخرجه العبقري صلاح أبو سيف وأنتج بواسطة يوسف شاهين، وقصته مأخوذة من رواية يوسف السباعي اللي نشرت سنة 1952. الفيلم من إنتاج سنة 1977، بيحكي قصة شوشة السقا عزة العليلي، الراجل اللي عايش في حارة مصرية زمان وبيشتغل سقا بيوزع المية، لكن حياته كلها بتدور حول خوفه من الموت بعد ما فقد مراته اللي كان بيحبها. الفيلم بيقدم صراع إنساني عميق بين الخوف من الموت وحب الحياة من خلال شخصيتين أساسيتين: شوشة السقا الراجل الحزين اللي عايش في ذكريات مراته وبيفكر في الموت طول الوقت، شحاتة أفندي فريد شوقي المطيباتي اللي بيشتغل في الجنازات اللي ما بيخافش من الموت وبيحب الحياة بكل تفاصيلها. الفيلم بيتكلم عن الخوف والمرح. شوشة بيخاف من الموت لدرجة انه بيعيش في حالة انتظار دائمة، حتى انه بيعامل ابنه سيد بقسوة عشان يبعد عنه فكرة الموت. شحاتة بالرغم من انه شغال في الموت بيعمل مطيبات للجنازات، الا انه ابعد الناس عن الخوف منه، بيضحك بيحب وبيستمتع بكل لحظة في حياته. الأدوار والتمثيل في الفيلم: عزة العليلي بدور شوشة السقا أداء مبهر، جسد شخصية الراجل اللي حياته وقفت بعد موت مراته وبيحاول يعيش في الماضي. فريد شوقي شحاتة أفندي دور مختلف عن أدواره المعتادة، قدم شخصية المطيبات المرح اللي بيعيش اللحظة من غير خوف. شويكار عزيزة رمز الدنيا والملذات اللي شحاتة بيحبها. أمينة رزق أم أمنة الحماء الضريرة اللي بتمثل الصبر والقناعة. ناهد جبر أمنة الزوجة الميتة اللي بقت ذكرى حلوة وحزينة في قلب شوشة. تحية كاريوكا المعلمة زمزم شخصية قوية ومعلمة زي ما عودتنا دايما. الإخراج والسيناريو براعة صلاح أبو سيف. استخدم أبو سيف الألوان الباهتة للمشاهد الحزينة والذكريات والألوان الدافئة للحياة مع شحاتة. والمشهد الأقوى لما شوشة بيصرخ في المقبرة بعد ما شحاتة يموت، هو بيواجه الموت لأول مرة بغضب. والفيلم محددش هل شوشة مات ولا عاش علشان يخلينا نفكر هل اتقبل الموت ولا لا. وإن الفيلم ده من أهم الأفلام لأنه موضوع عالمي اللي هو الخوف من الموت، حاجة بتحصل لكل الناس في كل العصور. وعزة العليلي وفريد شوقي قدموا أدوار من أفضل ما يكون، ونادرا لما نلاقي أفلام مصرية بتتناول الموت بكل هذه الجرأة والعمق. تعالوا نشوف قصة الفيلم، بس قبل ما نشوف قصة الفيلم ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة يا صديقي. الفيلم بيبدأ بمشهد حيوي في الحارة المصرية القديمة، بنسمع صوت الأذان من جامع قريب، وبنشوف المعلم شوشة بينادي على ابنه سيد عشان يصحيه لصلاة الفجر. في نفس الوقت الستات في الحارة منتظرين المعلم دونجل السقا التاني اللي متأخر في توصيل المية وبيتعامل معاهم بقسوة. بعدين بنشوف شوشة وابنه سيد بيوزعوا المية على البيوت، وفجأة سيد بيكسر إزاز سرايا الباشا عشان كان عايز يجيب جوافة بس بيخاف ويجري. شوشة وسيد بيروحوا ياكلوا في المصمت اللي هو المطعم الشعبي، ويقابلوا شحاتة الزبون اللي بياكل كتير ومش بيدفع. شوشة بيتدخل ويدافع عنه وشحاتة بيشكره، لكن شوشة بيفكر فجأة في مراته زكية اللي ماتت، وبيتذكر انه كان دايما بيوصل لها اكل وهي ميتة كأنه بيعمل لها عزومة روحانية، وبيفتكر دايما انها كانت بتعمل له الاكل وبتجيله على طول. شحاتة بيرجع يدفع دينه لشوشة، وبيحصل شجار بين شوشة وابنه سيد عشان سيد كسر الإزاز، بس سيد بيحاول يبرر انه كان عايز يجيب جوافة. بعدين يكلم المعلم شحاتة ويروحوا يشربوا قهوة سوا. في القهوة بيقابلوا عزيزة نوفا الست اللي بيعكسها شحاتة، لكن شوشة بيعرفوا انها شغالة مع فرج الدباح، راجل مشبوه وبيشتغل في الدعارة.
شحاتة بيحكي له عن حياته ويروح ينام عند شوشة في البيت. في الصباح سيد بيروح للكتاب رغم كرهه ليه عشان ما بيحبش الضرب، وام شوشة الست العجوزة بتقترح عليه يتجوز تاني عشان تجيب ست تانية تساعدها في البيت، لكنه بيرفض الفكرة ويزعل من الضرب اللي ابنه بيتعرض له في الكتاب. شحاتة بيرجع للبيت ومعاه كباب وبيحكي له انه شغال في الجلسات اللي بيزفوا فيها الموتى. شوشة بيزعل منه ويقول له انت بتحب الموت كده ليه، ويحصل بينهم خناقة، لكن شوشة بيعتذر ويروح يشربوا قهوة تاني على القهوة. بنشوف شحاتة وهو بيمشي مع عزيزة في الحارة وبيتعامل مع الجنازات بطريقة كوميدية. بعدين شوشة بيقتنع بكلام أمه ويروح يخطب زكية وهي جارته في الحارة، لكنه بيكتشف ان في حد تاني ابن الفكهاني عايز يخطبها وبيحصل موقف كوميدي. فجأة شحاتة بيموت والجيران بيتكفلوا بدفنه. شوشة بيحاول يبيع هدومه عشان ينسى، لكنه بيتراجع ويقرر يصدق بيه. بعدين المعلم خيشة بيزوره ويقترح عليه يعمل فرح، لكن المعلم دنجل السكران يبوظ الفرح بتاعه. في النهاية شركة المية بتعين شوشة شيخ للسقا، وابنه سيد بيحرق هدوم شحاتة عشان يخليه ينسى ويمسك مكان ابوه في الشغل. الفيلم بيخلص بمشهد مؤثر وهو بيسقي الشجرة اللي كانت بتسقيها امه.